يلا نعمل كفتة، بس مش أي كفتة، كفتة بصوص الطحينة والزبادي. يا جماعة الوصفة دي اختراع. استخدمت النهاردة لحم مفروم بلدي من فريش فارم. هضيف عليها البصل والبقدونس وشوية من التوابل، هكتبها لكم بالتفصيل في الكابشن. ربع قرن فلفل حامي، ونقلب كل ده مع بعضه. هشكلها كرات بالشكل ده وهسيبها على جنب. طاسة سخنة على النار، هضيف شوية من الزيت وهنزل بكرات الكفتة وهي سخنة جدا. هقلبها تقليبة واسيبها لحد ما تستوي تماما. ده شكلها بعد السوا. هنشيلها من الطاسة ونسيبها على جنب. يلا نعمل الصوص. هضيف الطحينة وهنزل عليهم بالزبادي بنص كوباية من المية، عصير ليمون وتوم، وهكتب لكم كل مكونات الصوص تحت الفيديو. في نفس الطاسة مكعبين من الزبدة هقلبهم مع بصلاية متقطعة مكعبات، ونضيف بقى الصوص اللي احنا عملناه. وعلى نار هادية جدا هبتدي اضيف الكفتة، وبعد كده هزينها بالبقدونس